تم استدعاء ميلود حمدي المدير الفني لفريق النادي الإسماعيلي لمناقشته في أسباب تدهور النتائج والوصول إلى الهزيمة السادسة في بطولة الدوري. وقال مصدر بالإسماعيلي أن مجلس الإدارة قرر استدعاء المدير الفني للفريق لمناقشته في أسباب النتائج السلبية، وآخرها الهزيمة من نادي إنبي بهدف نظيف. وأضاف المصدر: نقدر الظروف المحيطة بالجهاز الفني بسبب إيقاف القيد، ولكن ليس منطقيا تلقي 4 هزائم متتالية، لذلك فإن الإدارة لن تقف مكتوفة الأيدي وستسعى لحل أزمة القيد في شهر يناير المقبل. ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته غدا بعد رفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب الهزيمة من إنبي بهدف نظيف في الجولة الثامنة من بطولة الدوري.